محبي الوصفات السهلة والسريعة جبت لكم وصفة اللي سهلة وسريعة. كيش بلا عجين، ساهل بلا عذاب بلا تمارة. قبل ما نوجدوه، إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي، ضغطي على زر لايك، بارطاجي الفيديو مع حبابك وصحابك واشتركي معنا. قولي على الآراء اللي كنحط قولي على الآراء ديالك على الوصفات اللي كنحط لكم في الكومنتيرات لتحت. المهم غادي نمشيو نوجدو هاد الوصفة هادي. أول حاجة الحشوة، نحتاجو ليها البصلة اللي مقطعة قطع صغيرة، صدر الدجاج اللي مقطع حتى هو بنفس الطريقة. غادي نوضعو عليهم التوابل اللي هي كالتالي: الملح، الإبزار، الحار، التحميرة، وتوابل ديال الدجاج، سكنجبير والخرقوم أي الكركم. كنضيفو عليهم الزيت النباتية تقريبا شي معلقة ولا جوج المعالق، يعني على حسب. أنا كنوضع عيني ميزاني. صافي وكنخلط هادشي هذا وكنخليه على نار اللي هي مهيلة. من بعد كناخد لي زيبيناغ وكنقطعو، كناخد غير الوراق ديالو. لي زيبيناغ راه موجود حاليا في الأسواق، فين مشيتو تلقاوه داير غير 2 دراهم ونص، تلقاوه في أي بلاصة، يعني في متناول الجميع. باش تقولي كلينا جبتينا مكونات اللي بساطين واضحين. لي زيبيناغ راهم رخاصين. من بعد صافي كتكون بعد ما هبطات ليا ديك البصلة والدجاج تخلط يابسة، نوضع عليهم لي زيبيناغ. حنا كناخد ليمون ديال الكيش لي صغارين، كندهنهم بالزيت وبالدقيق باش ما يتلصقوش ليا، نضمن انهم ما تلصقش ليا. من بعد غناخد واحد البول وغادي ندير فيه 2 ديال البيضات بحرارة ديال المطبخ، كندير عليهم شوية ديال الابزار والملح حسب الذوق، وكنخلط هادشي هذا مزيان حتى هادوك البيضات كينسجموا مع التوابل اللي ضفنا ليهم. المهم هنايا كنخلط بالفوايت، تقدري تخلطي بالخلاط الكهربائي ولا بيدك، دائما حسب كل واحد شنو عنده واللي متوفر ليه. صافي كنخلطوهم مزيان حتى كينسجموا 100%. من بعد ما كينسجموا، هنا وصلتي حتى لهذا ما تنسيش ضغطي على زر لايك وتشاركي. كنضيفوا عليهم كاس ديال الحليب وكنخلطو مزيان حتى كنحسو بهذا الشيء هذا انسجم مع بعضياتو، يعني ولا خليط منسجم. ما بقاش البيض بوحدو وكل حاجه تبان لكم بوحدها، وانما كيبان لكم سائل موحد. من بعد ما كيولي سائل موحد كنضيف ليه معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، ويعني معلقه متوسطه. وغادي نضيف ليه هنايا كاس ديال الدقيق، دائما كنعبر كاس ديال العنبه. وغادي نخلط هادشي، ما يبقاو عندي لا تكتلات لا حبيبات، يعني حتى ينسجم ليا الخليط 100%. غتقولوا هادي شحال جالسني في اليميه. مهم كنضيف عليه هنايا القزبر ومعدنوس 2 ديال المعالق وكنخلط مزيان. ملي كينسجموا ناخذوا هذوك الليمون اللي دهناهم من قبل وكنوضعوا فيهم او الخليط اللي وجدناه في اول الفيديو، يعني ديك الحشوه اللي وجدنا. كناخدو هادوك القوالب اللي عندنا وكنوزعو عليهم الحشوة. أنا هنايا تقريبا جاتني كل قالب درت فيه معلقة ديال الحشوة، يعني تسيرت هداك الحشوة كاملة عليهم صافي. ومن بعد ضفت عليهم الخليط السائل. بعد ما كنوزعوا جميع الحشوة ديالنا معلقة معلقة، كنضيفوا الخليط السائل حتى هو، ولكن كنخليه واحد شوية فين كتنتفخ لينا، يعني فين كتخمر. ومن بعد ملي كنساليو الخليط السائل كنضيفوا الفرماج الأحمر باش التعليكة ولا الموتزاريلا باش تجي عندنا ديك الحمورية باش كتحمر من الفوق، وحتى باش تجي لينا معلكة. وصافي كنوضعوها في الفران حتى كتحمر معانا. وهي كيس ساهلة وبسيطة وكتوجد في دقائق، يعني كتوجد دغيا دغيا، ما تحتاجي لا عجينة لا والو. كيف كنقول لكم دائما، الا كان شي ازعاج والفيديو راه خارج على الاراده ديالي. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم، تقولوا لي كيف جاتكم هذه الوصفه. ونشوفوا ها هو كيفاش فاش كنخرجوا من الفران راه كيجبد دغيا، ما يتلصق لا فمو لا والو. بصحه وراحه. يلا بسلامه ودمتم في رعايه الله.